فطير بحشوة لذيذة جدا هتعجبكوا قوي. تعالوا نشوف طريقتها مع بعض ونفذيها وان شاء الله هتعجبك جدا. سهلة ومخدتش في ايدي نص ساعة على بعض. من اسهل الحاجات اللي ممكن تعجنيها وتسويها وتاكليها في اقل من ساعة. تعالي نشوف الطريقة مع بعض، اسهل ما يكون وهتعجبك جدا. يلا بينا على الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم اهلا متابعين، عاملين النهاردة؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل فطير محشي جبنة ولانشون. تقريبا دول 2.5 كوباية دقيق، حطيت عليهم ذرة ملح وهقلبهم كده كويس، الملح مع الدقيق. تمام جدا. هنبدأ بقى نزود المية تدريجيا وهنعجنهم. عجينة الفطير من اسهل المعجنات اللي ممكن تعمليها بكل سهولة، يعني ما فيهاش اي اختراع ولا خميرة ولا باودر ولا اي حاجة. انت مجرد ما حطيتي ملح ومية خلاص بقى عندك عجينة الفطير، بتبقى حلوة جدا. هعجنها كويس. ده زعتر مجفف. تمام. هحطه مع العجينة وهبدأ افرده او اعجنه يعني مع العجينة كويس. بصي دي تقريبا معلقة صغيرة باربيكيو. تمام. هعجنها. انا كان ممكن احطها مع الدقيق في الاول عشان تبقى كلها لون واحد، بس انا حبيت ان هي تبقى فيها مش مندمجة مع العجين كله، زي ما انا بوريكي كده. بصي يعني حتة فيها باربيكيو وحتة فيها خفيف، فبيبقى شكلها كده لما بتخلص بتبقى حلوة قوي وبيديها اضافة جميلة جدا مميزة جدا. انا كده خلصت العجن تمام، وهلفه دلوقتي في بلاستيك راب وهسيبه شوية يرتاح بس العجين معايا. بعد كده نبدأ نفرده مع بعض. دي معلقة نشا على معلقة دقيق. ممكن تستخدمي دي لوحده، ممكن تستخدمي نشا لوحده، بس انا حبيت اضيف الاتنين. النشا بيديني قرمشة وما بيخليش العجين يلزق في بعضه، مش بستهلك كمية دقيق كتيرة، فبيساعدني شوية النشا في الموضوع ده. انا هحط الفطيرة دلوقتي وهبدأ احط عليها الدقيق من فوق ومن تحت وابدأ افردها. هقطعها الاول، هقسمها 4 تربع. اهم حاجة عايزاكم تدعموني بلايك واشتراك علشان استمر واقدم لكم كل جديد. بحبكم جدا في الله، في ناس كتيرة بتشجعني، انا بحبكم جدا في الله. ربنا يكرمكم الخير والستر والصحة. تمام. انا كده اهو بفردها. بصي بحاول على قد ما اقدر اخليها مدورة، بنفض الدقيق والنشا من عليها كويس. هنزل دلوقتي بالحشو. معايا جبنة رومي ومعايا لانشون وفلفل متقطع، وده بصل اخضر. عمل لها اضافة جميلة جدا بجد، بقى حاجة مدهشة. دي جبنة بيضة، تقدري تحطيها وتقدري تستغني عنها، بس دي عملت اضافة حلوة قوي. والله جربيها وان شاء الله هتعجبك. عارفين لما بتعملي البقجة؟ ما اعرفش انتوا تعرفوا البقجة ولا لا. عارفين البقجة ولا مش عارفينها؟ حاجة كده بتتلم وبيحطوا فيها الهدوم زمان، فدي تقريبا انا عملتها. انا عملت البقجة دي وكورتها كويس وبعد كده بدأت افردها. تمام جدا. بالمردانة فردتها كويس. تمام قوي ما شاء الله، اللهم بارك. بقت بتفرد معايا بسهولة علشان انا ريحتها وبنفض اي دقيق زيادة عليها. عايزة بس اقولك على حاجة. تقريبا الفطير دوت والله ما خدش من ايدي تقريبا على بعضه نص ساعة. العجن وكل حاجة والتجهيزات وكل حاجة ما خدتش في ايدي نص ساعة. ولما بتتحط على الطاسة على البوتاجاز ما بتاخدش برضو وقت، هي يعتبر رقيقة فبتستوي بسرعة.
جربيها في اسرع حاجة. لا، جوع نص الليل ده يا جماعة، يعني مش هنحتار. تمام، انا كده خلاص هعمل البقجة تاني، احلى بقجة في الدنيا والله. تمام قوي كده. بصي هبدأ افردها واحدة واحدة. تمام قوي، عايزاكي تجربيها وتقولي رأيك في الكومنتات، وان شاء الله هتعجبكم جدا. هي عجبتنا جدا، يعني عايزة اقولك والله، ولا تحطي بقى لحمة ولا لا لا، مش لازم. حاجة بسيطة بتفرق معانا جدا، تبقى الحاجة لو معمولة بسمحان نية وبنفس حلوة، بتطلع والله بتطلع حلوة قوي قوي. انا كده حطيت معلقة سمنة، وهوريكي برضو حاجة. انا لما حطيت معلقة سمنة طلع شكلها عامل ازاي، ولما زودت السمنة طلعت عاملة ازاي. لاحظي بس معايا الشكل كده، هتلاحظيه مختلف شوية. ولا اجدعها شيف والله. تمام، انا قلبتها اهو على الناحية دي. بصي دي انا كنت مقلله لها السمنة. تمام، ركزي بقى في التانية، انا زودت السمنة شوية. بصي لونها عامل ازاي، لونها كان تحفة. فانا وريتك التجربتين عشان تخلي بالك من الحتة دي. يعني ممكن تزودي السمنة شوية او الزيت او الزبدة، عادي جدا. بصي من جوه بجد كانت حلوه قوي 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 قوي. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. حاجه سريعه، وزي ما قلت لك بتخلص في نص ساعه وممكن اقل كمان على حسب قدرتك يعني. فان شاء الله هتعجبك جدا مع كوبايه شاي بقى، اكله من الاخر. كانت حلوه قوي. اتمنى بقى تدعميني بلايك واشتراك علشان استمر واقدم لكم كل جديد. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. ربنا يجعلني كده اقدر اكمل المسيرة، وان شاء الله بمساعدتكم انتوا معايا هقدر اكمل. بحبكم جدا في الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.